عليكم ومرحبا بكم. إذا أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا غريبية الورقة. نبداو في المقادير. عندي 4 كيلات فرينة، قرصة ملح، كيلة سمن ذايب وبارد، نبسسو كامل الفرينة بالسمن، ونجمعوها بخليط تاع ماء وما زهر. الخليط هذا تاع الماء والما زهر ماذا بيكم يكون دافي دافي برك، مش سخون البنات. نبقاو نضيفو بشويه حتى تتشكل لي عجينه. فضلت الخليط تاع الماء والما زهر يكون دافي باه نتجنب هذوك التكتلات تاع السمن. كون نضيفهم باردين السمن حيعاود يجمد ويدير لي التكتلات. نديرهم هكذا دافيين ونجمع العجينه تاعي كريه من غير اي تكتلات كما راكم تشوفوا. هايليك نجمعها فقط ما نعجنهاش، نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح. العجينه خليوها تريح اقل حاجه 4 ساعات باه كي تعودوا تخدموا ما تتشقق لكمش وتعاونكم في الخدمه. نجيو دركا للحشو. عندي كميه تاع الكاوكاو، نحطو يتحمص حتى يخرج لي بهذا اللون، يعني لون بني. حمصوه مليح. الوصفه تقول كاوكاو بالقشور تاعو، نفضلها من غير قشور. هاوليك بعد ما حمصتو خليته ولا دافي برك، ما ترحيوش وهو سخون، غير يرجع دافي ترحيوه. كما راكم تشوفوا راني نرحي فيه في الربو عادي، مش نرحي فيه في الربو هذاك تاع المكسرات اللي يرحيها يرجعها يعني بودره. يعني حبيت نعطيكم حتى بهذا الروبو سامبل نقدروا نخدموا غريبيه الورقه. شوفوا كيفاش رحاه مازال خشين. نكي دركا عندي 3 كيلات تاع كاوكاو مرحي مع كيلة تاع سكر ناعم، نخلطهم مع بعضهم ونرجعهم للروبو نرحيهم. يعني نقسموا على مرتين ولا 3، يعني على حسب الكمية تاع الكاوكاو اللي عندكم. هاوليك نحطونا في الروبو تاعها. عندي هنايا كمية تاع الزيت هي اللي راح تعاونوا باه يرجع لي عجينه. هاوليك نلوحو غير بشويه ما نكثروش. هنايا الزيت هي السر اللي تخلي الحشو تاعي يرجع لي عجينه. كما تقدروا ديروا في بلاصه الزيت مارغرين ولا سمن. كما راكم تلاحظوا بدا يتلم لكن ما تشكليش عجينه. نزيد نرحيه ونزيد له شويه تاع زيت، يعني نبقى نضيف غير بشويه حتى نتحصل على عجينه. كي نوصل لهذا القوام صاي نحبس ما نزيدش الزيت. هاوليك رجع لي عجينه. هاي وين عجينه متماسكه وفي نفس الوقت ماش تلاصق وماش تسيح. هاوليك القوام تاعها هنا يظهر مليح. بنفس الطريقه نكمل مع بقيه تاع الحشو تاع الكاوكاو.
نشوفوا القوام تاعها كيفاش. هكذا سيبون نحيها. هاي وليك تشكلت لي كريه، يعني من غير ما نعجنها ولا اي حاجه. شوفوا كيفاش راحه غير بهذا الروبو سامبل، يعني مش الروبو تاع المكسرات. نجيو دركا العجينه نحاولوا نفتحوها الساعه بالحلال. يعني انا هنايا سمحوا لي برك، يعني الهاتف هو يتحرك، ما قدرتش نفتح العجينه فوق الطابل، والماشينه تاع البقلاوه ما كاش وين نلصقها لهي في البوطاجي، اضطريت نخدم هنايا. المهم كما راكم تشوفوا هاني حاولت نحلها غير بالعقل. نفتحها من الخشين حتى الرقيق. انا اللاباراي تاعي فيها من 1 حتى 7. 1 هو الخشين و7 يعني ارق درجه فيها. نفتحوها من 1 حتى 5، كي نوصلوا 5 نتوقفوا. نعاود نروح هنا بشويه تاع نشا. هاي في كل مره نزيد رقم، يعني كيما موالفين نخدموا مع البقلاوه عادي. كما راكم تشوفوا هذا هو السمك نتاعها. انا يعني العجينه ما خليتهاش تاخذ وقتها وتريح، لكن كما راكم تشوفوا يعني راهي مساعدتني، ومن الافضل تخليوها تريح 4 ساعات فما اكثر. هكذا كنا فتحنا العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا الحشواني وجدتها حربوش، يعني درتها حربوش خشين، تقدروا ديروها رقيق يعني كما تحبوا. ندهن هنايا الوجه تاع العجينه تاعي بيض باكي نحط الحربوش يلصق فيها. ندهنها بيض مليح. هذيك نجيب الحربوش تاعي نحطه فوق العجينه، ما نكثرش الدورات، ندير دوره ونص يكفي. ها كيما راكم تشوفوا غير دوره ونص، ونقفلها ثاني بيض باه ما تحليش. نحاول نعدل الحربوش باه يكون كامل بنفس السمك، باه ما يجينيش جهه خشينه وجهه رقيقه. نقطع دوك الحاشيه بالسكين، ماذا بكم سكين يكون ماضي. الطول تاعها يكون حوالي 5 سنتيم، يعني نديروا 4 اصابع. يعني هاولي كيل سهل، كيل 4 اصابع ونقطع.
هذيك في كل مرة نكيل 4 أصابع ونقطع. اللي موالفة تقطعينها هي ميزانها، هاي دوك بلا ما تكيل تجيبها قد قد. هاي ليك يعني طريقة سهلة خلاص. شوفوا السمك نتاعو شحال جا. نحاول نعد الحبات تاعي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. نجيبو دركا بيض ندهنو هكذا بالبانسو على وجهها غير شويه، ونحطو الحبات تاع الكاجو. هاي ليك نستفو 3 حبات نواه كاجو فيها. هاو الشكل تاع الحبه تاعي كيفاش يكون. تقدروا ديروا اي نوع تاع مكسرات تفضلوه. درت نواه كاجو وبيستاش، تقدروا ديروا بندق انا ما كاش متوفر عندي. كما تقدروا ديروا كاوكاو مرحي ولا لوز ايفيلي، يعني كما تحبوا. كما تقدروا ديروها على اي شكل. انا جبت الطابع هذا تاع الكعدر. كما تقدروا ديروها يعني قلوب ولا دوائر، يعني حسب الاختيار تاعكم نتوما. نطبع العجينه تاعي ونزيد نطبع الحشوه. ندير العجينه من التحت ومن الفوق والحشوه في النص، يعني نفس الطريقه اللي نخدموا بها على المشكله. العجينه هذه اكيد مش راح نرميها، نجمعها نحطها في الكيس ونكمل نخدم بها. او اللي ندهن العجينه تاعي بيض بعد تلصق الحشوه. السمك تاعها ثاني كما تحبوا. انا درتها 1.5 سنتيم. نزيد ندهن الحشوه من فوق بيض بعد تلصق لي العجينه، ونزيد نعاود نطبعها بالطابع باه يخرج الشكل تاعها يعني باين. هاو ليك وفيني يعني. هاو الشكل تاع الحبه تاعي. حنزيد نقول لكم واحد الملاحظه، يعني اذا رحيتوا الحشو وكي كنتوا تزيدوا الزيت وكملتوا لقيتوها الحشوه تاعكم جاريه وما تبقاش شاده روحها، تقدروا تضيفوا لها الفرينه. مش حتغير فيها اي حاجه وشنو حتخليها تشد روحها وتعاونكم في الخدمه. يعني ضيفوا لها الفرينه غير بشويه ولموها. نعطيكم ملاحظه اخرى على الطياب تاعها. بعد ما تكملوا كامل الكميه لازم نخليوها تبات باه الحجم تاع الحبه تاعي ما يتغيرش، يعني كيما نحط الحبه كيما تخرج لي بعد ما تطيب. ضروري نخليوها تبات قبل ما نطيبوها باه تبقى محافظه على الشكل تاعها. نثقبها. انا ثقبت هنا بالكوردو، ما عجبنيش شاد الفتحه تاعها كبيره بزاف. تثقبوها براغ احسن. نجيبوا براغ جديده نغسلوها ونثقبوا بها الحبات نتاوعي. انا ثقبتها باه ما ديرليش هذوك شلافط هكذا ومبايل، بغيت الشكل تاعها يبقى يعني هذا هو، تحافظ على الشكل تاعها. ويليك من الحبات تاع الكاطو تاعي بعد ما طابوا. هاي غريبيت الورقه تاعنا تاع اليوم واجده. حبيت نعطيكم باك ثاني واحد لاستيوس. شوفوا بعد ما تطيب تقدروا تطبوها كيما هكذا. هاي يوليك كيما على بالكم كامل، يعني الكاوكاو بعد ما يطيب او حيزيد شويه في الحجم تاعو. انا حبيت تكون الحجم تاع الحشو مع العجينه كامل كيف استعاودت طبعتها. وشوف الحشو كيفاش تبقى طري. هاوليك ما يبس ما والو. هذه هي النتيجه النهائيه تاع غريبيه الورقه تاع اليوم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبتكم الطريقه تاعي في تحضير تاع غريبيه الورقه حطوا لي لايك وشاركوا الفيديو عندكم.
يعني هذا الشكل زينته بهذه الطريقة، زين اختياري، يعني تقدروا تبدعوا فيها كما تحبوا. هاوليك، نتمنى تجربوا غريبية الورقة بطريقتي. شوفوا كيف جات الحبة يعني تتفتت وحدها، والبنة راكم تعرفوها يعني وصفة قديمة ومعروفة. إذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وشاركوا عندكم.